الرحيم هتكلم مع حضراتكم في فيديو مهم جدا عن موضوع الأشخاص اللي بيكون صادر ضدها أحكام، سواء كان الشخص نفذ العقوبة أو كان صدر ضده حكم وبعد كده أخذ فيه براءة. الأشخاص اللي يعدي على كمين، يعدي على يكون معدي من مطار مسافر، فتضرب البطاقة بتاعته ويظهر الحكم، سواء كان محكوم عليه بحكم ونفذ العقوبة أو كان صادر ضده حكم وبعد كده أخذ براءة. طبعا في شخص يقول لي مثلا البطاقة اتضربت في مكان ما ظهرش الحكم وفي مكان ظهر لي الحكم. طبعا اسلم حل قانوني للموضوع دوت اللي هو لما بيكون في حكم صادر ضدك، سواء انت نفذت العقوبة او صادر ضدك حكم وبعد كده اخدت فيه براءة. طبعا اسلم حل قانوني بتعمل حاجة او بترفع دعوة قضائية في مجلس الدولة، محو شط، بترفع دعوة قضائية، دعوة محو شط. طبعا بيصدر لك بعد كده حكم بيتم محو او بيطلع لك حكم بيتم محو هذا الحكم من على جميع الاجهزه. يبقى انت اسلم حل ليه، سواء كان صادر ضدك حكم ونفذت العقوبه او صادر ضدك حكم وبعد كده اخذت براءه، برفع دعوه قضائيه امام مجلس الدوله اسمها دعوه محو شط. يبقى احنا هنا دلوقتي الناس اللي بتشتكي من ان هو البطاقه بتاعته تظهر مثلا تتضرب في كمين، يقول لك ما بتظهرش في الكمين دوت وبتظهر مثلا في المطار، لا، هو اسلم حل ليه قانوني بترفع دعوه اسمها دعوه محو شطب امام مجلس الدوله، وبعد كده بيتمحي الحكم ده، سواء كنت نفذت العقوبه او كان صادر ضدك حكم واخدت براءه فيه، فبترفع الدعوه دي باسمها دعوه محو شطب، بتترفع امام مجلس الدوله، وبكده بيكون البطاقه تتضرب بعد كده في اي كمين، اي مطار، او بعد كده او اي مكان، او انت مسافر او في وظائف او في اي مكان، بعد كده ما بيظهرش حاجه على البطاقه. وده اسلم حل قانوني اللي هو دعوه المحو والشطب بتترفع في مجلس الدوله، وده كان اسلم حل للناس اللي بتقول ان البطاقه بتظهر الحكم في مكان وما بتظهرش في مكان. وتحياتي لحضراتكم جميعا.